في ميدان الرمي. والتدريب لا يقتصر على حمل الأسلحة والرمي، هنا يتم طرح جميع فرضيات معركة الميدان باستعمال الذخيرة الحية. هنا يتم التدريب على التنسيق والجاهزية والثقة في النفس، حتى أن التدريب تخطى مرحلة تفادي الوقوع في الكمائن إلى مرحلة التدريب على تحضيرها للعدو. ونظرا للخطورة التي يواجهها العسكري في ميدان القتال في أي لحظة من قبل العدو، يتم أيضا التدريب على طريقة الإسعافات الأولية في صورة الإصابة في مكان القتال. نظف له خشمه وفمه ونشوفه رجعش يتنفس، ما رجعش يتنفس، دونك نجم نستعمل له هذا البلاستيك ندخلوا له لمستوى الخشم تاعو، قادر ندخلوه تويكا في اي حاله، حتى انسان ابط ما عنده حتى ضربه يدخل ويقعد يتنفس، دونك باش يدخل السيركوي هذا ويرجع يتنفس. التكوين